السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا. احنا يعني النهارده في البودكاست بتاعنا اليوترن جاي ضيفتنا الأستاذة سلمى. عندنا ممكن تتكلم في الرومانسية، في الدراما، في الأكشن، في الإلحاد ساعات، يعني ما شاء الله. متعددة المواضيع في كتاباتها يعني. وبرضه سبحان الله بعض الكتب وبعض الحاجات اللي الأستاذة سلمى كتبتها بدأت إن هي تطلع في الأفلام الوثائقية، تطلع في مهرجانات بتتعرض على الناس. فما شاء الله في أثر كبير جدا أستاذة سلمى عملته في المجتمع في الحاجات دي، فحبينا إن احنا لازم نستضيفها معانا النهارده. فيعني نرحب جميعا بالأستاذة سلمى. ازي حضرتك يا سلمى؟ اهلا، ازيك إيه ازيك يا الأخبار؟ ابراهيم؟ كله اخبارك تمام؟ ايه؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. منورانا طبعا النهارده. وانا سعيده جدا ان انا معاكم النهارده. يعني انا كالعاده كده بنحب في البودكاست بتاعتنا ان احنا نحاول نرجع شويه بالقصه الاولانيه، لان الناس ممكن تكون سمعت عن الكتابات او الكتب اللي حضرتك كتبتيها طبعا، بس عايزين بقى نسمع في الاول خالص يعني ازاي فكره الكتابه بدات مع حضرتك، يعني ازاي؟ هو انا هقول لك على حاجه، انا ابتديت اكتب من قبل ما ادري ان انا بكتب. ازاي؟ انا كنت في فتره طويله في حياتي كنت شغاله جرافيكس، وكنت عايزه اطلع بالقصص بتاعتي او بالجرافيكس بتاعي بره في مهرجانات. لازم اعمل قصه تخدم الجرافيكس اللي انا عاملاه ده، فكنت بكتب قصص بحولها جرافيكس وبطلعها بره، هي من تاليفي. بس انا ما ادركتش ان انا ايه، ان انا بكتب. انا كل اللي يهمني الجرافيكس اللي انا بعمله. يعني الحمد لله انا كنت من اوائل الناس اللي اشتغلوا 3 دي كاركتر انيميشن في مصر بالظبط، في كنت اوائل لسه اسال حضرتك الالفينيات. يعني من اول الالفينات اه حضرتك. اه ما اه شاء اه الله، يعني جرافيكس كانتش لسه. ما كانش لسه، كان لسه اه الصلصال وكده والكرتون. انا مش بقلل منهم، برضو حاجه فن جميل، بس انا بقول دي كانت حاجه جديده ما كانش لسه حد عارفها. فكنت بطلع بالمهرجانات وكده، بس لازم اكتب قصه. اوكي، فابتديت اكتب، وبعدين بعد فتره طويله من المرحله دي ابتديت اكتب برضو عشان كنت بعمل افلام وثائقيه. فكنت بكتب للافلام الوثائقيه، بس كل ده انا ما عنديش درايه ان انا بكتب. يعني دي زي انا ابتديت يعني. بس ده معناه يعني حضرتك شايفه ان ممكن بسهوله الواحد لو حد عنده شغف، عنده موضوع عايز يتكلم عليه، ممكن يقدر يكتب فيه ويلاقي نفسه كده، ولا بتحتاج موهبه محتاجه؟ بص هقول لك على حاجه، انا في اعتقادي ان سبحان الله اي حد عنده موهبه ربنا سبحانه وتعالى بيحط الشغف بتاعه فيها. دي رحمه كبيره من عند ربنا. فهو لو انت عندك شغف يبقى انت بالاكتريه بالاغلب انت عندك موهبه فيها. لو انت عندك الشغف ان انت تكتب بالاغلب انت عندك الموهبه دي فعلا. وحطها انت بدل بتقدر تحكي. انا شايفه ان انا في رايي بالذات في الكتابه احنا بنحكي كل يوم، بنتكلم وبنتقابل فانت لو قدرت تحط اللي انت بتحكيه ده بس على ورق. امم فانا شايفه ان انا مش بقول ان ملهاش اصول وليها، لا ليها طبعا، بس اللي انا عايزه اقوله ان هي مش حاجه صعبه مادام احنا بني ادمين وبنعبر عن نفسنا بصدق. فيقدر كويس، ده كلام مطمئن يعني. بس يعني برضو خليني لو كده يعني نمشي على بعض الكتب اللي حضرتك كتبتيها طبعا. من احد اللقاءات اللي شفتها لحضرتك كنت بتتكلمي على كتاب تقريبا ضمير مستتر، من الكتب اللي حضرتك ده اخر كتاب انا عملته كتبته يعني والحقيقه انا ضمير مستتر انا بحبه جدا. يمكن على غرار مثلا صغيرهم لما يكبر. انت عارف دايما الواحد الفنان او الكاتب بيحب اخر حاجه هو عملها بتبقى عزيزه عليه شويه، يبقى عايز يدعمها ويسبورتت لغايه اخر لحظه يعني. بالنسبه لي انا كمان ضمير مستتر حباه قوي لان الفكره جديده قوي. ضمير مستتر بتحكي عن واحد امريكاني عايش الحلم الامريكي بحذافيره. في راجل ناجح جدا ابتدى بعد ما شرب ملوخيه في محل كل يوم يحلم ان هو في مصر وان هو مصري وان هو غلبان جدا في مصر ومطارد وبيحب واحده قوي. يصحى يلاقي هو حاله مختلف، هو امريكاني وما يعرفش ولا كلمه عربي ولا يعرف اي ما. مم. ايه المشكله؟ يبتدي بقى يروح لدكتور نفسي ويبتدي كده، وشايف ان عنده مشكله في الموضوع ده يعني، الى ان بالصدفه الشديده جدا يجي ارض مصر ويبتدي يشوف الشوارع اللي كان بيشوفها في احلامه موجوده حقيقي. اللغه دي هي دي اللغه اللي انا بسمعها. مش بس كده، ده هيشوف حبيبته اللي هو كان بيحلم بيها موجوده وزوجة واحد ومخلفه وعندها ولد.
ايه بقى القصه دي؟ هي قصه يعني تحرق لها يعني مش مش هحرقها، بس هي الفكره جديده قوي لدرجه ان انا لما بقولها حتى لاصحابي الامريكان، يعني أنا على اساس ان هم ممكن يكونوا بيتفرجوا كتير جدا على حاجات، يقولوا لا دي حاجه جديده، احنا ما سمعناش حاجه زي كده قبل كده. طب والفكرة دي يعني للقارئ اللي هيكتب اللي هيقرأ، يعني في فكرة ضمنية حضرتك عايزة توصليها ولا اه هتظهر في طبعا. الكتاب بص، هي لازم، انا في رايي ان الفن رساله. في ناس بتقول لك، وده للاسف من الهيمنه الغربيه او الماديه، عايزه اقول مم. الشرسه اللي علينا دلوقتي، يقول لك لا انا بعمل ابداع للابداع. انا كفايه، انا ببدع، انا فنان، انا اعمل مم. اللي انا عايزه، مش مشكله هتوديني فين. بس انت تخيل انت راكب عربيه مش عارف هتوديك فين، هي عامله كده، انت عمال تحرق بنزين. لا، كل حاجه وليها غايه. فانا من انصار قوي ان الفن بيبقى ليه غايه والرساله، وفي رسائل في ضمير مستتر، وفي كل عمل انا بعمله حلو. بيبقى في الاخر في رساله. هي حتة الفن دي محتاجين نتكلم عليها النهاردة أكيد، لأن هي أنا شايف إن هي من النقط في الزمن الحالي محتاجين ندردش عليها أكتر يعني. بس يعني مثلا عايز برضه أعدي على بعض الكتب يعني. أظن كتاب لعبة آدم برضه كانت ليه قصة، يعني قبل التصوير حضرتك بتقولي لي إن ده من أول الكتابات اللي كتبتيها يعني. فعلا لعبه ادم ده حقيقي. لعبه ادم اول روايه كتبتها، رغم ان هي مش اول روايه تتنشر. بالظبط. هي اول روايه كتبتها، وكانت، وعايزه اقول لك ان دي اللي رجعتني بقى للكتابه. السؤال الاولاني انت امتى كتبتي؟ دي كانت بقى اللي هي بداية خلتني، حاجة كانت على لعبة هي آدم. دي. انا كنت بدرس في فتره من فترات، وفتره طويله الحقيقه، في الجامعه الامريكيه في الانجينيرنج سيرفيسز. كنت بدرس 3 دي جرافيكس، وكنت بعلم الاولاد يوميها على حاجه معينه، في كونسبت معين، مفهوم معين، ان لو انت شلت في 3 دي اوبجكت، انت تقدر تروح للهيستوري بتاع الاوبجكت ده وتشيل حاجه عملتها قبل كده، وتشوف المردود بتاع ده على الاوبجكت نفسه ساعتها. فانا ما اعرفش ليه طرقت في دماغي فكره، وانا بشرح لهم، بحاول ابسط لهم المعلومه، بقول لهم تخيلوا لو ده على حياتكم. تخيلوا لو انت تقدر تروح للتاريخ بتاعك، للهيستوري بتاعك، وتشيل ايفنت معينه، حدث معين حصل، انت تشيله، شوف بقى مردوده عليك دلوقتي عامل ازاي. فابتدوا بقى كل واحد، لقيت الولاد عينيهم لمعت في الكلاس يعني، وكل واحد ابتدى يتخيل. واحد قال انا ما كنتش هدخل كليه الهندسه اصلا، واحد قال لي انا مش عارفه كان ممكن اسافر فين، وبس انا كنت هسافر، ما كنتش هتردد. وابتدينا بقى، لا تتخيل انا فاكره كويس قوي الكلاس ده، لانه قد كده قربني منهم من الناحيه الانسانيه، وكنت سعيده بيه جدا. لما رجعت البيت لقيت نفسي بقول انا عايزه اكتب عن الموضوع ده. وابتديت اكتب في لعبه ادم. كان الفكره كلها ايه؟ ان انا عايزه اوصل رساله معينه في الروايه دي، ان ممكن ال الاوقات الصعبه دي تكون فعلا سبحان الله هبه من عند ربنا سبحانه وتعالى. هي دي الواحد ما يبصلهاش على انها حاجه وحشه، هي ممكن تبقى حاجه، لا دي حاجه في صالحك انت. يعني كأن حضرتك بتقولي كان الشاب اللي كان بيقول مثلا انا ما كنتش هدخل هندسه، ما كانش هيسمع من حضرتك مثلا القصه دي، فيعني ما كانش اللي انا عايزه هيوصل اقول له اللي انت عملته او اللي حصل ده احسن حاجه حصلت لك، مش زي ما انت متخيل. فهي دي قصه لعبه ادم. هو ده بس بعملها بقى بطريقه لذيذه، بروجرامينج. وكان ساعتها استخدمت يعني كنت ساعتها بقول ان الاي اي هو اللي ورا الموضوع. كان الكلام ده 2009 لسه ما شاء كان الله ف... فانا اللي ساعدني الحقيقه ان انا اتكلم عن الاي اي وكده، ان انا ابتديت اول حياتي 89 انا ابتديت اشتغل في البروجرامينج بتاع الارتفيشال انتليجنس. ما شاء الله. كنت شغاله في البرولوج، وكنت عملت يعني كنت عملت برنامج بيساعد المهندسين المعماريين ان هم يعملوا الزونينج بتاع المشاريع بتاعتهم. والحمد لله المشروع ده اتاخد في كندا في مؤتمر كبير جدا، وكنت سبيكر فيه، وكنت المفروض ان انا اروح، بس انا يعني انا ما روحتش عشان خاطر يعني ظروف معينه يعني. وحضرتك طبعا بتقولي على فكره الشغف، يعني ما شاء الله في قصه الاي اي والحاجات دي احنا سمعنا عنها من سنتين. هي. فحضرتك ما شاء الله بتتكلم عن الحاجات دي من سنين. فايه يعني زي ما بيقولوا ايه اليوتيرن بقى اللي حصل يعني إيه في يعني كذا يوتيرن، بس يعني انا هو في كذا يوتيرن حقيقي، بس انا عايزه اتكلم عشان يعني الواحد يبقى محدد شويه. هتكلم على اليوتيرن بالذات، اللي هي كانت بالنسبه لي عارف زي awakening كده، زي حاجه جامده يعني حصلت لي. انا كنت بطلع بالروايات بتاعتي، اللي هو مش روايات بقى، الجرافيكس، حاجات جرافيكس صغيره بعملها
وبطلع بيها مهرجانات عالميه وتتباع ما يعني شاء الله. تظهر قدام الناس وناس تتكلم عليها، وده كان بالنسبه لي انا متعه. ما كنتش باخد جوائز صحيح وقتها على الجرافيكس بتاعي، لان كان بيخش معايا بيكسار وشركات كبيره. ها بس تمام. انا يهمني انا كفايه ان انا بعرض معاهم والناس بتسالني والناس فدي كانت بالنسبه لي متعه يعني. فكان مره في مهرجان من المهرجانات الكبيره دي في المانيا، كان الثيم بتاع المهرجان السعاده. فقعدنا في زي بانل ديسكشن كده والجمهور قاعد عدد كان كويس، وجابوا بقى فيلسوفه من برلين بتكلمنا عن السعاده اذا كانت موجوده ولا لا. انا طبعا كنت لسه مش عارفه استعمل انت عارف حاطين لنا السبيكرز كده، والمفروض انت بتظبط الشانل على اللغه اللي انت. اللغة. انا مش ما فهمتش. الست قعدت تتكلم نص ساعه الماني، بسم الله ما شاء الله ما طلعتش بحاجه. شكلها مبسوطة يعني. بس هي شكلها بتقول كلام كويس. اه المفروض بقى ان احنا نعلق على الكلام ده، انت فاهم كمان. انا هقول ايه طيب. المهم فطبعا اللي قبليه اللي هم كانوا قاعدين في البانل معايا ابتدوا يتكلموا، ففهمت ان السؤال الاساسي فيه سعاده ولا ما فيش سعاده. مم. فكل واحد بقى اللي يتكلم، كل واحد بيتكلم من منظوره بقى، من وجهه نظره يعني. الاولانيه او اول واحده قالت انا الدين بتاعي، ولقيتها بتتكلم عندنا انا الدين بتاعي وكان شكلها جايه من الفار ايست يعني، بيعلمني ان مفيش امل ومفيش مش عارفه ايه، والامل ده والسعاده والكلام ده في حته تانية، فهنا مفيش سعاده خالص. التانية كانت أمريكانية، الشخصية اللي كانت جنبي يعني، فابتدت تقول لا السعادة في المتعة، في الحاجة اللي أنت تحصل عليها ومش عارفة إيه. بس يعني اتكلمت من وجهة نظرها برضه. مم. لما جه الدور بتاعي أنا قلت لهم أنا بصراحة مستغربة السؤال جدا، يعني إيه في سعادة ولا ما فيش سعادة؟ يعني عايزين تقولوا إن كل اللي قاعدين دول حزانة ما شافوش مم. سعادة في حياتهم؟ يعني أنت لما نجحت ببساطة في أي حاجة، في المدرسة، في الجامعة، في أي حاجة، في أي اتشيفمنت، ما حسيتش بسعادة يعني؟ انت لما رحت تقابل يعني البنت اللي انت بتحبها اول مرة رحت تقابلها، كنت حاسس بسعادة ولا ما كنتش حاسس بسعادة؟ يعني فأبسط حاجة، انت راح تشتري حاجة، راح مم. تشتري قميص، راح تشتري اي حاجة، انت مش حاسس بسعادة؟ يعني ايه في سعادة ولا ما فيش؟ يعني فهموني ايه السؤال الغريب ده. الحقيقة هم وانا قلت هاجم عشان ادخل عشان في نشوف. فبصيت لقيت هم الحقيقة هم فيري نايس في الحتة دي، ان هم ما قالوش انت يعني ازاي بتقول لنا او بتتحكمي على ازاي الأسئلة بتتهكمي على السؤال. لا بالعكس تماما يعني. لقيتهم بيقولوا طب انت عايزه السؤال يكون ازاي؟ انت شايفه السؤال يكون ازاي؟ لا والله هو اذا كان في سعاده هو فيه، لكن السؤال بقى المهم ازاي اقدر احافظ على السعاده؟ قالوا لي لا 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 ده امبوسيبل، اهو ده بقى اللي ده اللي مش، ده لسه اللي السؤال هو مش ما فيش هينفع. حد يقدر يحتفظ بالسعاده، ده الكلام اللي اه انت بتقوليه ده. فقلت لهم لا ازاي بقى الواحد لو كان، والله بقولها بمنتهى التلقائيه زي اي حد عندنا يعني، لو الواحد قريب من ربنا قوي وهيبص يلاقي ان هو سعيد، حتى مهما الظروف كانت قاسيه عليه هو هيبقى سعيد، هيبقى مبسوط، هو راضي، وبالطريقه دي هيفضل على طول عايش في سعاده. انا فوجئت برد الفعل بتاعهم، انا ما كنتش منتظراه ولا متصوراه. انا كنت اعرف ان في ملحدين في الدنيا طبعا، مش يعني، لكن ان انا الاقي ان الهجوم الفظيع اللي كان وقتها موجود على حاجه يعني، ايه انت لسه بتقول لسه في حد في الالفيه الثالثه بيقول الدين هو ان في اله؟ اوعك بقى تقولي انه لسه انه هيحاسبك بقى وهتموتي وهترجعي تاني فانا طبعا استغربت، اتخضيت واتضايقت من نفسي ان انا ما عرفتش ارد. يعني الايمان اغلى حاجه في حياه الانسان، فكونك ان انت مش عارف تدافع عن ايمانك ده فيه مشكله، فيه خلل. وبقيت افتكر كمان في القران ربنا سبحانه وتعالى في القران الناس اللي بتمشي ورا اهاليهم آه، من غير تفكير، ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول لا المفروض الواحد يفكر ويعقل فحسيت ان في مشكله عندي. ولما رجعت مصر كنت حزينه جدا وقلت لا انا مش هسيب نفسي كده. فكانت دي كانت تيرنينج بوينت، ان انا قلت لازم امشي ورا الموضوع ده فعلا، لانه كان فضل تعبني. وغيرت من عملت شيفت من الجرافيكس للافلام التسجيليه. انا عايزه ابحث في موضوع الدين والايمان و- واتعلم انا نفسي، مش ان انا اخد عن اهلي. مم. فرحت عملت بحث بدور على الايمان في كل الاديان، كلمت البوذي وكلمت
الهندوسي، وكلمت كل الربايز مش عارف كل حاجه. وعملت بقى الفيلم بتاع ديو بليف. انا عشان كده عملت، حصل الشيفت برضو عشان اكون عشان اكون اونست معاك. وانا بقول لك، انا لما عملت الشيفت ما عملتش الشيفت عشان الحدث ده فقط. انا عملت الشيفت ده لان كان لازم اعمله، لان لقيت نفسي وقفت في سقف ان انا الجهاز بتاعي ليميتد، والناس اللي بتشتغل جرافيكس الاجهزه بتاعتها حلوه كويسه قويه جدا. فهو ده مع ده خلاني حسيت ان جبت اخرك هنا، وده خلاص. هنا لا لسه وده في في. موضوع مفتوح انا عايزه اعرفه وعايزه امشي فيه. فده اللي خلاني امشي ورا الموضوع ده. كان تيرنينج بوينت وكان مهم جدا في حياتي. وحضرتك بقى بتقولي على يعني فكره ان بداتي تنقلي ده في الفيلم اللي هو دو يو كنت بليف. البحث نفسه كان في الفيلم. انا مشيت، انا الناس اللي اتصلت بيها رحت عملت معاها انترفيوز عشان اعرف واتعلم. وطبعا اتعلمت انا كل مرحله الحمد لله يا رب. ودي حاجه مهمه جدا انا شايفه في حياه الانسان. طول ما احنا الحياه دي مدرسه، طول ما انت قاعد لازم تتعلم وتعلم. ف هو يعني انا برضو فاكر حضرتك قبل التصوير حتى كنت تقولي لي ان حتى لعبه ادم كانت من الحاجات اللي ممكن نشوفها ان شاء الله في فيلم او حاجه. الحمد لله. هي لعبه ادم واقارب انت، الحقيقه الروايتين دول اتباعوا الحمد لله. فدي حاجه يعني نفسي بقى ان هم يتعملوا ان شاء الله كلنا باذن الله. نأمل والله. الافلام إيه. دلوقتي كمان عامله يعني بتعمل ضجه اكتر للناس في ناس قراء وفي ناس بتحب تشوف الحاجه يعني، فدي هتبقى فكره ان شاء الله كويسه. من الحاجات برضو اللي عايز ادخل مع حضرتك فيها، حضرتك دخلتي طبعا شويه في حته الغرب، طلعتي بره في وقت يعني كان كلنا يعني اظن لو انا في الوقت اللي حضرتك كنت فيه برضه انا كنت اتخض ايه ده، ازاي مفيش اله وكده. فازاي حاسه ان الغرب بقى من ساعتها بدأ يؤثر على الشرق الاوسط، لو هنسميه الشرق الاوسط او العرب، في الحته دي، في حته ان احنا زي ما بيقولوا بقى العولمه، الافكار اللي منتشره من عندنا لعندهم، الحته دي حسيتيها ازاي يعني؟ بص هقول لك على حاجه. هو طبعا ده واضح فينا. انا مش محتاجه اسافر بره، انت محتاج هنا من هنا انت تشوف الكلام ده. انت هنا شايف كلامنا بقى اتعوج، بقينا بنتكلم بالانجليزي على اساس اللي بيتكلم بالانجليزي ده يعني بيقبض بالدولار بيحترم. مثلا. بيحترم اكتر. يعني انا كنت فاكره مع واحده صاحبتي كنا قاعدين مع بعض في 6 اكتوبر. لقيت الجرسون جاي فبتكلموا بالانجليزي. فبقول لها بتكلمي بالانجليزي؟ قالت عشان يحترمنا. وعلى فكره هي مش غلط. هو بشكل فعلا ما ده بيحصل فعلا. هو فعلا احترامها. هي انا بكلمه بالعربي ما ما ردش ما عليا. ردش. انت فاهم قصدي. فهو ده احنا ازاي وصلنا لكده، وازاي اللغه العربيه بقت عندنا مهمشه. تعالى بص الاحفاد. انا الولاد والاحفاد والاطفال الصغيره. أيوة. يعني العربي مفيش عربي، بيكلموا بعض بالانجليزي. فانا مش محتاجه اسافر بره عشان اعرف ايه اللي بيحصل عندنا هنا. انت شايف. وطبعا ده طبعا دخل في حاجات كتير في الثقافه بتاعتنا، في الفن بتاعنا. وانا في رايي انه اثر على الفن بتاعنا بالسالب. لان الفن يعني ايه؟ الفن المفروض يبقى تعبير، وسيله للتعبير، المفروض يعبر عنك. فلو هو مش بيعبر عنك يبقى ده الفن ده مش اصيل. ودي مشكله جامده. انا حتى فاكره في نقاش كان بيني وبين مخرج كنت بوري له روايه من رواياتي اسمها الكاتبه. وكان البطل في الروايه دي دكتور نفساني، راجل طيب وبيحاول يحل مشاكل الناس وكده. فلقيته بيقول لي ده البطل؟ لا لا لا، الشخصيه فلات، شخصيه. بقول له ليه؟ لا الشخصيه دي انا طبعا فاهمه لاني قريت كتير في كتبهم، وعارفه ان الشخصيه لازم بالنسبه لهم عشان تبقى شخصيه فلاش اند بلاد، بيقول لك عشان تبقى شخصيه عميقه واقعيه وتبقى مثلا. واقعيه ويبقى بطل، او تبقى في انجذاب ليه ان الناس تتفرج عليه. لازم يبقى عنده مشكله ما، سر معين، حاجه هو مكشوف منها مش عايز يقولها قدام الناس، عنده مشكله نفسيه، عنده مشكله يعني مدمن، عنده. انت فاهم قصدي. يعني لازم يبقى عنده حاجه. فانا طبعا بديبيت معاه، بكلم معاه لانه مخرج مصري يعني. فانا بقول له طب ما انت ايه احسن القصص؟ ما انت عندك احسن القصص سيدنا يوسف، ده قرآن، وفعلا القصه في منتهى الجمال، وهو نبي. انا ما انكرش ان في ارك، يعني ارك للكاركتر، يعني بمعنى ان الشخصيه المفروض ان هي تتغير، يحصل فيه تغيير او فيها.
وسيدنا يوسف كان فيه تغيير في شخصية، يعني مش ان هو كان في الاول من حد كان بيباع مثلا الى ان بقى تغيرات عزيز في مصر. قصته يعني. يعني في تطور في الشخصيه فهي الفكره كلها. انت المهم الحبكه والمهم الرساله والاهم بكتير من اللي انت بتقوله ده. هو بقى مسكني، لا، الشخصيه دي لازم تبقى حطي بقى فيها ان هو كان مدمن، حطي فيها يعني هو عايز ان انا اضيف عن الشخصيه آه، حاجه انا مش عايزه احطها. مم. وانا بالنسبه لي مش هو ده اللاين او بتاع الروايه اصلا. وده احنا شايفينه في مسلسلات وافلام دلوقتي كتير يعني. لازم فعلا لما باجي براجع كده الافلام، لازم فعلا البطل يبقى فيه حاجه كده على طول موجوده يعني. سبحان الله. بس حضرتك شايف ان ده جاي من ديفنتلي دي من الحاجات. اصلا ما فيش، اصلا احنا في حياتنا، مش في حياتنا انت بتقابل ناس ملتزمين وناس يعني ماشيين زي تعليم ربنا سبحانه وتعالى بيقول احنا بنشوفها في ناس كده. هل دول وحشين دمهم تقيل؟ مم. تقصدي القصص دي برضو محتاجه ان هي تبان يعني. احنا فعلا كل القصص زي ما بقول لحضرتك مسلسلات هي بتشرح على الاشخاص حتى لو موجودين فعلا يعني. ممكن تكونوا موجودين على بس فكره في انا ما ناس تانية عنديش موجوده يعني. مشكله، بالظبط انا ما عنديش مشكله على فكره ان انا اتكلم على واحد مدمن او على واحد. انا على فكره مش دي مم. حريه. بس انت كمان ما ترغمنيش ان انا ما اتكلمش غير عن دول بس. يعني هي دي الفكره يعني. فطبعا سبحان الله هم كمان هتبص تلاقي القصص اكتر بقت بتتكلم. ده برضو من الهيمنه ان الروايات اكتر والقصص بقت تتكلم للجسد. انت عارف الانسان جسد وروح، فانت بتبص تلاقي ان هي للغرائز البشر، لكن هي اساسا القصص اللي بتخش للوجدان الانسان، ودي اللي بتستمر ودي اللي بتقعد مع الواحد ويقعد يفتكرها، لان في الاخر دي بقت قليله جدا. حتى لما جم انا عملوا فيلم، انا من غير ما اذكر اسماء، كان عملوا فيلم المفروض يبقى سبريتوال، انه واحده واخد جوائز كتير وفيلم حديث يعني، وان البطله مفروض ان هي كانت ماشيه غلط، وبعدين بعد كده all of a sudden قررت ان هي تتجه لربنا وعايزه تروح تعمل عمره. ده الفيلم يعني. اتفرج على الفيلم اولا ما فيهوش حته السبريتواليتي وعلاقتها بربنا خالص. انت ايه اللي خلاكي تتغيري؟ ما اعرفش. انت ايه احساسك بربنا في الوقت ده؟ ما اعرفش. فحتى اللي بيكتب ما عندوش الاحساس ده اللي هو المفروض يتنقل، لان اعلى حاجه واجمل حاجه شعور الانسان مع ربه. سبيريتواليتي غريبه، فرحه غريبه، طاقه غريبه. انت دلوقتي عاملين نمشي بالطاقه الايجابيه والطاقه اللي مش طاقه ملهاش حل ان انت تبقى مع ربنا، تقول لا حول ولا قوه الا بك يا رب. انت انقلها بقى في الدراما، انت بقى الشيطان انقلها، لكن هي لا، هو بيستسهل. فبتطلع في الاخر حتى الحاجات اللي المفروض تبقى سبريتوال من غير روح. هي دي حقيقة. ما حضرتك بتقولي حتى لما كنت لما كنت مسافرة يعني وبتتكلموا، حتى بيجي يتكلم على السعادة بيتكلموا على السعادة المادية. أيوة. ما بيتكلموش على السعادة الروحية. فطبيعي لما بيجي نلاقي ان الانتشار هنا موجود برضو بنفس الفكرة. محتاج فعلا يبقى ليه بعض الوقفات. يعني حضرتك شايفة ان في حلول احنا نقدر نعمل فيها حاجة زي كده؟ هو الحل الاولاني ان احنا لازم نثق في نفسنا. المشكله يا عبد الرحمن ان احنا ما عندناش ثقه في نفسنا. احنا هناخد كل اللي جاي ان هو ده الصح. فهي المشكله اساسا ازمه ثقه في نفسنا. احنا ما عندناش ثقه في نفسنا كفايه. فدي حاجه، وبقينا نعمل زي ما هو بيعملوا. هم على فكره هناك بيعانوا برضه، لان في الاخر الانسان انسان، سواء كان في الشرق او في الغرب. هم كمان في منهم ناس بريتيولز. انا عايزه اقول لك المشكله دي مش بس في الفن، في العلم. يعني انا فاكره ايام ما كنت بعمل بيوند لايف، وده كان فيلم تسجيلي عن الواحد ايه اللي هيحصل لنا بعد ما نموت. يعني هو ده السؤال. وبعدين السؤال ده كان لكل الناس، ده روحي بحت يعني. لكل الناس يعني، بمعنى مسلمين ومسيحيين ويهود وبوذيين وملحدين. انا بتكلم كل الناس في الفيلم ده. اوكي. ف لما كنت بعمل الفيلم ده ابتديت اتواصل مع ناس معينه، وكانوا في واحد فيزيائي انا فاكره ابتديت اتواصل معاه بالايميلات والكلام ده كله. فلقيته بقول له كلامه عجبني جدا، فكنت بقول له طب ممكن اعمل معاك انترفيو، اللي هو الراجل الفيزيائي اللي هو كان في امريكا تقريبا. فرد عليا قال لي لا مش هينفع. قلت له ليه؟
انت بتتكلم كويس قوي، كلامك مقنع جدا. ولو انا متخيله لو عملنا انترفيو قال لي بصي انا دلوقتي بشتغل مقدم ان انا اشتغل permanently في جامعه، لو الاساتذه بتوعي عرفوا ان انا مؤمن بربنا انا مش هاخد الشغلانه. هيقولوا ان انا I'm not serious. يعني هو لو مؤمن بربنا هيبقى مش عالم سيريس يعني. انا طبعا انا ذهلت، لكن عرفت ان المشكله برضو بره ان هم كمان مكبوتين، وان العالم او الفنان او whoever هو ما يقدرش يطلع وجهه النظر الثانيه. يعني حضرتك تقصدي يعني حتى الحاجات اللي احنا شايفينها مش بس هي دي اللي هناك، يعني في حاجات تانية في بس حاجات هم تانية بس هم هي الماديه مهيمنه عندنا وعندهم. وهم عندهم في متضايقين من الموضوع ده، بس لا حول لهم ولا قوه في الهيمنه اللي في بس يعني انا فهمت قصد حضرتك ان الافكار المنتشره عندنا وعندهم حتى لو الواقع شويه معاكس. هو جاي من عندهم اوكي، بس ده مش معناه ان هم كلهم هناك كده، لا لا. احنا بص، احنا البني ادم جسد وروح، ما تقدرش ان انت تتجاهل الروح، ما تقدرش. طب يعني برضو رجوعا عشان بيوند لايف يعني ايه دو يو بيليف، الاثنين اتعملوا فيلم. يعني دو يو بيليف لما نزل حضرتك شفتي مثلا بعض الناس اللي كانت بتتكلم عليك هو اخد جايزه، انت عارف ان هو اخد جايزه ذهبيه في جنوب افريقيا في مهرجان ايفرجليدز، وكنت بصراحه ما كنتش متوقعه هذه الجايزه خالص يعني بصراحه. حتى السبب اللي حضرتك بتقوليه عليه يعني سبحان الله. بس كأن حسيت كأن يعني ساعات بتحس هو ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك رسائل، يعني زي ما تكون حاجه بيبعت لكل واحد على فكره، مش بيبعت لكل واحد يعني انا متخيله ان كل حاجه في حياتنا بتبقى رساله، بس هو الشاطر اللي يقرا الرساله دي. فيعني حتى دو بليف لو هقدر الخص، معرفش هيبقى صح ولا غلط يعني، بس ان حضرتك لما كنت هناك في المؤتمر فحصل بعض التساؤلات حضرتك يعني اتخضيتي منها، فبدات ان انت تبحثي. لا يعني انا كنت في مهرجان تاني، كنت في تمثيليه عاملاها اسمها قطره السعاده جرافيكس 3 دي جرافيكس. اوكي. وكانت قطره السعاده دي كانت في كولن في المانيا، وكانوا جايبين فيلسوفه من برلين عشان خاطر تتكلم عن السعاده وكده. فكنت عشان خاطر قطره السعاده، لكن السبب اللي حصل ده خلاني ارجع اقرر ان انا اعمل فيلم تسجيلي اللي هو دو يو بليف. تمام. طب بما ان احنا عرفنا بقى قصه دو بليف، يعني قصه بيوند لايف جت ازاي، او يعني ايه اللي جابها لحضرتك كفكره؟ انا هقول لك، بيوند لايف الحقيقه كانت حاجه غريبه قوي اللي خلتني افكر ان انا اعمل فيلم عن ايه اللي هيجرى لنا بعد ما نموت يعني. انا كنت بتفرج على فيلم بالليل عادي جدا، وبعدين كان في الفيلم في القصه يعني ان البطل ذبح مراته وحرقها، وبعدين حطها سبحان الله الاشز بتاعتها حطها في ازازه كده قد كده بعد ما حرقها، وبعدين اخذ مركب وفي وسط البحر راح نطر الرفات بتاعتها او الاشز بتاعتها، يعني نطرها في الماء. طبعا انا ببص جه بقى، مش ان انا مندمجه في الفيلم، لا لقيت سؤال تاني جه، قلت ايه ده، هو معقوله يوم القيامه هتطلع الست دي يعني لو في حد اتنطر بالمنظر ده هيرجع ازاي ده؟ انا طبعا اتضايقت من نفسي ان انا واحده مؤمنه وعارفه لسه عامله فيلم واخد جايزه ويعني ما ينفعش اسال السؤال ده يعني. قلت لا ده مجرد سؤال وكده. المنظر وانت بتتفرج على الفيلم فعلا مرعب، يعني انت عارف تحس ان هتيجي ازاي دي. صحيت لقيت بنفس القوه اذا ما كانش اكتر السؤال، هنرجع ازاي بعد ما نموت؟ احنا هنبقى تراب، احنا هنبقى مش لقيت الموضوع بقى دخل في مشكله عندي يعني. وبرضه دي حاجه بتخلي الواحد يعرف ان الايمان مش منه ولا شطاره منه، الايمان نوره من عند ربنا سبحانه وتعالى بينزله في قلبك، يعني حاجه تخلي الواحد يبقى دايما متواضع. يعني انا يمكن ساعتها كنت حاسه ان انا فرحانه بقى واخده جايزه وبتاع وعملت وبحثت ووصلت، لا ده انت ممكن بسهوله جدا فيلم يعني انت فاهم ممكن تروح في حته تانية خالص يعني. فابتديت كنت بقطع حاجه معينه، بصيت لقيت نفسي وانا بقطعها جرحت صبعي، بس جلده كبيره قوي اتشالت، حته من صبعي اتشالت، بقيت شايفه حاجه مرعبه يعني. طبعا كان البين بتاعها الوجع بتاعها كان فظيع، ورميت الجزء ده رميته وبقيت حاسه ده عقاب. اول حاجه في مخي ده ربنا بيعاقبني عقاب اللي هو ازاي تفكري كده؟ فسبحان الله بعد شويه كل ما انام واصحى ابص الاقي
جلده رقيقه جدا. شوف لما الجرح بقى بيلم بيتلم وتبص تلاقي الجلد اللي هو الرقيق الشفاف اللي لسه معمول، وكأن ربنا بيوريني في نفسي ازاي يقدر ان هو يرجعني تاني. سبحان الله. ف فكل يوم ابص اقول يا العقاب اللي انا كنت فاهماه انه عقاب طلع سبحان الله طلع رحمه واجابه لعبة للسؤال. ادم بقى، لعبة ادم نفس الفكرة. يعني فساعتها قلت في مخي طب ما انا اعمل فيلم عن الموضوع ده، لاني كنت متاثره بيه جدا. فرحت المخرج كنت اعرفه هنا وقلت له انا عايزه اعمل فيلم عن البعث وكده، لان حصل لي انا اتعورت. بقول له بقى بمنتهى الحماس متحمسه يعني. فلقيته بعد ما خلصت كلامي قال لي نعم انت عايزه تعملي فيلم عشان اتعورتي؟ احنا ما كناش خلصنا بقى. فطبعا وقتها يعني زي اتهزيت شويه يعني لما قال لي الكلام ده، لما كان ده رد فعله يعني. فرجعت كده مضايقه، وبعدين رجعت فكرت وقلت طب ما ايه المشكله ان الرساله تيجي في حاجه عاديه بسيطة. وبسيطه؟ طب ما نيوتن مثلا طبعا مع الفارق يعني مش قصدي ده، بس انا يعني جه في مخي كده يعني لما التفاحه وقعت، هو الموضوع عادي جدا بالنسبه من اول سيدنا ادم والتفاحه بتقع يعني، لكن هو لما بص لها بصه تانية اوكي وصلته لنتيجه مذهله. فايه المشكله يعني ما ناخد الرسائل من حاجه عاديه جدا؟ وابتديت ابص للدنيا بطريقه تانية ان كل حاجه معجزه انت على فكره، بس احنا عشان اعتدنا عليها فبقت عاديه. بس مش عشان انا بصيت لها على انها عاديه، هي عاديه مش عاديه. انا لما بنام دي معجزه، بروح فين؟ انا اساسا لو حد جه دخل الاوضه جنبي وعمل حركه مش هحس بيها، انا مش موجوده اصلا. ده انا بالعكس انا بروح عوالم تانية، بشوف ناس ماتوا وبتكلم معاهم عادي، وقانون السببيه مش شغال معانا. تمام، حاجات غريبه بتحصل. وبعدين لما تيجي تصحى تاني بتصحى ازاي وبتصحى ليه؟ وايه اللي ففي معجزات في حياتنا العاديه خالص، معجزات بس احنا اعتدنا عليها. فده اللي خلاني لما فكرت بالطريقه دي لا انا هعمل الفيلم برضه. وعشان كده عملت الفيلم بتاع بيون لايف، والحمد لله الفيلم نجح واتعرض في اماكن مرموقه جدا، زي في الاوبرا وفي مكتبه اسكندريه، وكمان في مكتبه كولومبوس. هو المفروض دي تاني اكبر مكتبه في امريكا على حد ما انا عارفه يعني. ما شاء الله. يعني حضرتك سبحان الله في كذا كده اخدتي طريق جوه طريق حضرتك في حته الاسئله الوجوديه بقى، اذا كانت في لعبه ادم برضو فيها جزء روحاني جدا موجود، فحسيتي يعني في الحته بتاعه الالحاد والاسئله الوجوديه وكده. قريب انت كمان ازاي بسطتي بقى في قريب انت؟ حاسس ان الموضوع وصل للناس بسهوله مع ان الاشكاليات والاسئله كبيره يعني؟ هو بص هقول لك على حاجه، هو عموما انا وانا بتكلم على الالحاد خد بالك ان لكل مقام مقال. انا لو انا بكتب كتاب فكري يعني في فكر وفي بتاع، بيبقى الموضوع معقد. لان لو بنتكلم عن الالحاد في زماننا غير زمان كان قايم على الفلسفه، دلوقتي قايم على العلم وبحط كده العلم بين كوتيشنز يعني العلم اللي بيصدر لينا. تمام. لان العلم مش كده، العلم في حقيقته ان هو بيشير الى الله قولا واحدا. وياما علماء امنوا عن طريق علمهم بس طلعوا بره المجتمع العلمي، لا يعترف بيهم لان هو امنوا قالوا لو خدنا نفس مثال الفن اللي حضرتك بتقول عليه، يعني الفن الناس واخده فكر معين ده اللي منتشر. اي حاجه مخالفه عن كده اطلع انت مش هتاخد لا جايزه ولا هيتنشر لك عمل ولا هيتنشر، لو عالم مش هتنشر لك بيبر. ده انا فاكره مجله اسمها بلوز 1، كانوا جماعه صينيين كانوا كاتبين بيتكلموا عن الايد في البحث بتاعهم يعني، فبيقولوا ان ازاي الايد، شوف حركه الايد لما تيجي تعزف آلة، لما تيجي تمسك كوبايه، شوف ازاي الصوابع، ازاي الميكانيزم بتاعها. فهم بيقولوا، وانت عارف الجماعه الصينيين مش البلد اللي هي فيها دين اصلا يعني. فهم بقى بيقولوا الجماعه الصينيين دول it looks like it is designed. قالوا الكلمه دي ان هي يبدو انها مصممه. قالوا الكلمه دي الدنيا قامت وما قعدتش. البحث اتشال من موقعه. القراء قعدوا اتريقوا تريقه. جريده بلوز بقت نكته. اتس سيلي جوك، اتس مش عارفه ايه.
كل ده. وبعدين اضطر مش بس كده، اضطر الباحثين اللي هم اللي اضطروا الباحثون يعني اللي هم الصينيين دول اضطروا يقولوا يعتذروا. انت تخيل ان هم اجبروهم ان هم يعتذروا، او مش هم اجبروهم بالعافيه يعني عشان الضغط طبعا. الضغط ده. فاحنا طبعا في زمن فيه ضغط جامد جدا. بس هقول لك برضو الجود بارت يعني، او الحاجه الحلوه ان كل حاجه حوالينا بتصرخ ان ربنا موجود، كل حاجه بتقول. فحتى لو الواحد ديفييتد او طلع بره اللاين شويه، مجرد انه يبص حواليه هيرجع تاني. طبعا يعني نظرة المجتمع عامة بشكل عام بيؤثر جدا في أهداف واهتمامات الشخص يعني. فده شيء هم مركزين فيه كويس حتى لو كان غلط، بمعنى ان هم مركزين في الافكار بس هم عايزين يظهروها ويبداوا يعني يشيلوا الافكار التانية. حضرتك ما شاء الله في الرحله اللي احنا نتكلم فيها في اسئله وجوديه، في افلام ليها علاقه بالالحاد، الحته دي كلها، وفي الاخر عارف ان قريب انت من الكتب اللي ليها علاقه بالاسئله دي. فازاي حضرتك عرفتي تبسطي المواضيع دي كلها في قصه او في كتاب موجود حاليا يعني؟ بص هقول لك على حاجه، يعني زي ما بيقولوا لكل مقام مقال. يعني انا لو بكتب كتاب فكري هتلاقي الموضوع معقد، لان دلوقتي الالحاد قايم على العلم اللي بيتصدر لنا، وبالتالي لازم اناقشهم بنفس بالعلم، او لو سؤال فلسفي لو كده فلازم يكون الموضوع معقد. بس انت في الروايه الموضوع مختلف تماما، لان الروايه تجربه حياتيه، انت بتاخد الانسان ككل، مش بس فكره وجدانه، مشاعره، احاسيسه، ضميره. فرحله حياتيه. فانت الحاجات الصعبه جدا الفلسفيه ممكن تبسطها في روايه بمنتهى السلاسه وبمنتهى الجمال. على فكره بتطلع في منتهى الجمال. انا عايزه اقول لك ان كان في برنامج كنت عاملاه اسمه ستيب كلوزر، لان الدراما مهم جدا كان معايا عشان اوصل معلومه. ستيب كلوزر ده برنامج علمي بكلم فيه علماء. اوكي. لكن عشان افهم او اوصل معلومه ببساطه، اضطريت ان في البرنامج ده كل حلقه هم 30 حلقه، كل حلقه اعمل جزء درامي الاول. من كتر ما انت في الدراما دي وسيله جميله جدا تدخلك على طول كده دايركت على الوجدان، على الروح. فبالنسبه لي بالعكس، قريب انت بالنسبه لي ممتعه جدا كانت. انا كنت وقتها ابتديت اشوف ان الالحاد ابتدى يظهر في مصر، لان انا طول الوقت وانا بعمل جيو بليف وبيوند لايف والكلام ده كله بعمله بالانجليزي على اساس ان الالحاد مش عندنا. لكن انا مع الوقت ابتديت اشوف الموضوع ابتدى بقى التاثير الترند بدا يظهر جامد. والتاثير ده بقى ده بالعكس بقى يتشاف ان ده فكر تنويري. وان ده الفكر اللي هو فتحوا مخكم بقى يا جماعه. فتحوا بالظبط، انتم مقفلين، انتم ماشيين ورا كتاب من 1400 سنه ايه يا جماعه. فابتدوا فابتديت لما ابتديت الاقي المشكله دي مع الناس هنا، والناس هنا كانوا كمان في منهم في المغرور، وفي انت بقى في اسباب كتيره مختلفه، وفي حد يكون قد كده زعلان، فبقى زعلان من ربنا قوي لدرجه انه وصل قال هو مش موجود. وفي كده. فلما لقيت العينات دي موجوده وحاورتها واتكلمت معاها خليتهم ابطال الروايه. يعني ابطال الروايه دي موجودين فعلا، بس طبعا غيرت اساميهم وغيرت كده، لكن هم موجودين فعلا. في واحده مثلا من الناس اللي هم ان ابوها كان قاسي جدا، وكان باسم الاسلام كان مبهدلها، بترسم لا رسم حرام، يقطع لها روحها ويزعق لها ويحبسها وحاجات غريبه جدا. فارتدت. لا مش لان هي مش مقتنعه ولا حاجه، لا هي عندا في ابوها، يعني هي من جواها يعني الوسائل مختلفه، النتيجه واحده. وهي متخيله ان ده اسلام، ده مش اسلام، اللي ابوكي عمله ده مش اسلام. هي فاهمه ان ده اسلام، وبالتالي فاللي انا عايزه اقوله جمعت كل النماذج اللي انا شفتها وحطيتها في الروايه. وسبحان الله يا عبد الرحمن، انا بحب الروايه دي ليه؟ هقول لك. ان حصل ان طبعا الدراما والروايات، في روايات روحيه او سبيريتوال زي ما بنقول، بس للاسف انا دايما كل ما بشوف دراما بتبقى سبيريتوال او بتنادي بتعليم الله، بلاقيها في الاخر بتطلعك في الاخر متضايق، بيبقى فيها صدمات كتير. يعني لو جينا اتكلمنا عن العار، عن مثلا فيلم جري الوحوش، عن فيلم
سي مثلا، ولو ان يعني انا مش بتكلم على رايي فيه، بس انا بقول فيلم معمول عشان عشان ايه؟ يرجعك بس رايي ده موضوع تاني، رايي الخاص موضوع تاني. فيلم الكيف، فيلم حتى ايفن لو اتكلمنا على بره مثلا الاخوه كرامازوف اللي هو اتعمل برضو هنا، الاخوه الاعداء، هتبص تلاقي الافلام دي كلها في الاخر في كوارث بتنتهي بكارثه، وكأن انت عشان خاطر ترجع الناس لدينها لازم تديهم حاجه مرعبه، حاجه تخوف، حاجه كده، مع ان الحقيقه مش كده. ده القرب من ربنا سبحانه وتعالى حاجه جميله قوي، وبتنقلك في الجنه وانت قاعد على الارض. ف فسبحان الله، في اقارب انت لو جيت قريت الروايه بتنتهي وانت فرحان، ده هي حلوه وجميله، والناس كلها رجعت بقت ناس عندها صدق عايشه. يعني شجعتيني والله ارجع اقرا الروايه. بس يعني كان عندي برضه حضرتك في النص بتقولي على قصه اللي هو الستيب كلوسر. انا يعني لو عرفنا برضه نشرح عنه الفكره وايه الخطه الجديده فيها. كنت حضرتك بتقولي قبل التصوير برضه بتقولي ان في خطه جايه ان احنا تتعرض او كده. انا كنت عامله صفحه على الهاب بيجز وبكتب فيها ارائي عموما يعني، فكنت كاتبه مقال معين وكنت بهاجم فيه الالحاد، وبهاجم فيه شخصيه معينه او كلام شخصي، مش شخص، انا عمري ما بهاجم اشخاص، بس بهاجم الفكره. كلامه، فكره يعني، فكره يعني. فبصيت لقيت الملحدين كلهم دخلوا عليا انت عارف اللي هو يا جماعه ما حدش يجي يساعد اي حد يجي. لقيت بيتكلموا في مواضيع انا ما درستهاش، لا درست كوزمولوجي علم الكونيات، ولا درست مثلا باليونتولوجي، ما درستش العلوم اللي هم بيتكلموا عليها، ولا التطور، ولا فانا هرد، انا بحاول ارد على قد ما اقدر، بس طبعا انا كنت حاسه ان انا مش عارفه ارد. اوكي برد بس الرد يمكن، وساعات ردك لو ضعيف انت بتأذي اه. يعني انت فقلت لا، انا كده واقفه بقى، انا لازم اخد كل الاسئله اللي او الكليمز، عايزه اقول الادعاءات اللي اتقالت دي، واشوف هي علميه فعلا ولا لا، اتقالت فعلا من علماء وموثقه، ولا هي مجرد وجهات نظر بتاعت علماء. وكان ده البحث بقى، ده عشان كده عملت البرنامج بتاع ستيب كلوسر او خطوه اقرب. اتصلت بعلماء كتير جدا، علماء الحقيقه كل واحد بسم الله ما شاء الله عليه في علمه، علم الجينات، علم يعني كده يعني. واستفدت استفاده يا عبد الرحمن، انا كاني قفلت على نفسي حوالي سنتين او 3 قافله على نفسي معاهم، وهم الحقيقه العلماء دول كانوا من التواضع. انا مش عارفه ليه احنا ما عندناش الحكايه دي. انت عشان تقابل هنا دكتور ولا حاجه بتبذل مجهود كبير جدا عشان توصل للدكتور وتكلمه، ودايما بيتكلم يعني انا فاكره مره كنت في يعني كنا بنتقابل مع في ايفنت، يعني ايفنت ضد الالحاد وكده، وكان في دكتور موجود، ومفروض الدكتور ده برضو مع الايمان وكله، بس هو احنا مختلفين مع بعض في جزئيه معينه. لقيته بيقول لي انت مين انت عشان خاطر تتكلمي في حاجه زي كده، انت ايه العلم اللي عندك؟ فقلت له طريقه طبعا ما يصحش حد يتكلم حد بالاسلوب ده، فانا قلت له الحقيقه ده مش كلامي، ده كلام علماء برضو. يعني انا مش بقول رايي في علم، انا بجيب علماء كبار وده رايهم وده كلامهم، وعندي على فكره بالصوت والصوره متصور لو عايزين تيجوا تشوفوه. ما حدش طبعا جه قال لي. اللي انا عايزه اقوله قعدت حبست نفسي سنتين، هم هناك في منتهى التواضع غير عندنا، منتهى التواضع. والراجل رغم مشاغله ممكن يقعد معايا على سكايب يشرح لي حاجات ويبعت لي كتب من عنده واناقشه فيها وابعت له. اتعلمت تعليم مش طبيعي، ما دخلتوش في مدارس ولا جامعات الحقيقه. سبحان الله. حضرتك بتقولي برضو ده بدايته كلها اسئله. يعني do you believe سؤال، beyond life سؤال، step closer سؤال. يعني فكره ان حضرتك مش في الوقت الحالي واحد بيجي لي سؤال خلاص يعني بيبدا ايه، خلاص هكبر دماغي او ان انا لا هروح وراه على طول. فالحته لا ان لا لا, حضرتك لا. انت بص انا عايزه اقول حاجه مهمه جدا. احنا كناس whether مؤمنين او مش اي انسان ممكن يجيله صوت فكره معينه تجيله، الفكره دي ممكن تشككه في ايمانه. اوكي، انا عايزه اقول للشخص اللي بيزعل قوي عشان جات له الفكره دي ما تزعلش، ان ما تخافش، مش ما تزعل، ما تخافش، ما تخافش وما تقلقش، لان زعلك ده دليل ايمانك.
انت زعلت ان الفكره دي جات لك، ده دليل ان انت مؤمن وقلبك مش مرتاح لفكره الالحاد. وهي فكره، انا بعتقد الفرق بين المؤمن والملحد مش الاسئله والشكوك اللي بتجيلنا، هو انت قلبك مطمئن لايه. لو قلبك مطمئن للايمان يبقى انت كويس يعني تمام. ولو انت قلبك مطمئن او انت عايز مش عايز تعترف بوجود ربنا، قلبك خلاص، انت ده اللي انت اخترته وده اللي قلبك مطمئن ده. بس بالنسبه للي انت بتقوله لي دايما سؤاله بتمشي وراه، ايوه، وبقول لكل واحد لما بيجي لك سؤال ما تقعدش تقول ده كفر ومش المفروض اساله وكده، روح واساله ودور على الاجابه، لان دايما وانا بطمنه ان الاجابه دايما بتشاور على ربنا سبحانه وتعالى، لان هي دي الحقيقه. هي دي الحقيقه بقولها يعني. يعني انا بقول للملحد ده يا جماعه، ده انت عندك حاجات كتير قوي حواليك ضد الفكر بتاعك ده. الجمال مثلا، انا شايفه ان الجمال ده معضله. يعني احنا لو كنا جايين بطريقه ميكانيكيه عمليه صدفه بحته. عمليه، ايه الجمال ده كله اللي حوالينا؟ ايه الاسماك، ايه الفراش، ايه منظر الغروب، ايه الجمال في ام بتحضن بنتها او ابنها، او الجمال في الصداقه، في الضحكه، في الجمال في الكلمه. الجمال ده معضله جامده جدا، ما يجيش بطريقه ميكانيكيه وما يرضي ده انت عندهم على فكره، ده عندهم معضلات كتيره. ده انا بدي لك مثل واحد. فما تخافش، قول عندك سؤال لان هتلاقي الاجابه بتقولك الله. طيب انا عايز اسحب حتى النقاش في حته تانية، بما ان حضرتك ما شاء الله عديتي على يعني تخصصات مختلفه وخبرات مختلفه واتحركتي في حاجات كتير. في سؤال كده ممكن يكون رخم شويه، بس فكره ان حضرتك ايه الموقف اللي حصل او حاجه حصلت حضرتك ندمانه عليها، عشان برضو الناس تبقى. انا هقول لك ندمان عليها. كلمه صعبه شويه عليك، تقيله شويه. يعني موقف ما كانش اه يعني كان المفروض اتعامل احسن من كده حتى او كده. انا يحضرني موقفين. اوكي، خلينا نبتدي بالموقف الاولاني. ايام ما كنت شغاله جرافيكس، كنت بحاول ان انا اسوق شغلي كواحده بتاعت جرافيكس للقنوات وكده عشان يعرضوه. فكنت في دبي مع جوزي في مؤتمر، فلقيتها فرصه اروح هناك للقناه عندهم واعرض لهم القصه بتاعتي يعني. آه، الست هناك المسؤوله قابلتني كويس جدا وكانت لطيفه جدا، بس هي قالت لي جمله، قالت لي بصي انا بعرض ديزني، قولي لي اعرض ازاي الكلام بتاعك اللي فيه رساله والكلام التمثيليه. لا التمثيليه بتاعتك، اللي هو لو احنا بنتكلم طبعا ديزني عندهم متفوقين عني في الجرافيكس، ما اقدرش انكر، عندهم الاجهزه وعندهم كده. فانا ساعتها فهمت ان هي بترفض، يعني هي طرحت سؤال كده قلت هو رفض. فقلت لها طيب لميت حاجتي وجايه مش، قالت لي بصي انا عايزه اقول لك على حاجه، هديكي نصيحه. قلت لها، قالت لي صحيح انت ما تقدريش تنافسي ديزني، بس انا عايزه اقول لك استثمري فكرك، لان الفكر اللي موجود ورا القصه اللي ورا الجرافيكس اللي انت مقدماها دي مش موجوده عند حد. فاستثمري في فكرك. انا طبعا مش قادره اقول لك، انا كنت متدمره وكنت حاسه ان هي يعني انا مهما عملت مش هعرف اوصل لديزني. فكنت متدمره وشايفه نفسي ان انا مجرد حاطه نفسي في قالب انا جرافيكس. والنصيحه بتاعتها ما انتبهتش ليها، مع اني لو كنت انتبهت ليها كانت وفرت عليا سنين كتيره بعد كده، وابتديت اوفر في فكري زي ما هي بتقول، او ان انا اركز في فكري زي ما هي بتقول، بس انا ما عملتش كده. فاحنا فدي حاجه انا ندمت عليها، ان انا ما انتبهتش للنصيحه. وانا عايزه اقول ان احنا ناخد بالنا ان دايما النقد البناء مفيد، لازم نلتفت بيه حتى لو كان بيوجع، لان النقد احنا كبني ادمين طبيعي، انت مش بتحب تسمع نقد، احنا يعني احنا كبني ادمين، لكن حقيقي اللي بيحبك بجد يكون مرايتك، اللي هو بيوري لك ايه الغلط علشان تصلحه بهدف ان انت تبقى احسن. فدي حاجه من الحاجات اللي هي ممكن نقول ندمنا عليها او كده. بالظبط. الحاجه التانية اللي انا برضو ندمانه عليها او ندمت عليها، رغم ان هي كانت حدث مفرح الحقيقه. انا سافرت لبنتي عشان اساعدها في حفيدي، ولان جوزها كان رجع مصر، كان مضطر يرجع مصر عشان بيعمل الدكتوراه، فعشان اساعدها. فوانا هناك واحده صاحبتي مصريه يعني عربيه يعني، لقيتها بتكلمني بتقول لي ايه، سلمى ما تعرضي فيلم بيوند لايف، ما انت موجوده قاعده، انا قاعده هناك مده قاعده مع بنتي. فقلت لها والله فكره. بصيت لقيت واحده صاحبتي بقى امريكانيه اتعرفت عليها هناك، لقيتها بتقول لي سلمى ليه ما تروحيش مكتبه كولومبوس؟ قلت لها ايه ده ممكن؟ قالت لي طب روح، هم بيحطوا.
فرحت معاها وخدتني معاها حبيبتي، رب كتر خيرها يعني. و وبتاع ده قالوا ماشي اوكي، بس قالوا لي على شروط ان لازم ابقى متاكده او ضامنه ان اللي هيجي لي عدد مع اكتر من 200 اكتر من 100، انا مش فاكره الرقم بالظبط، بس هو رقم بالنسبه لي انا هنا في مصر، لو كان الموضوع ده في مصر يا بس ممكن عادي صحابي وحبايبي وجيراني هجيبهم عادي ايوه يعني. هناك صعب لكن انا هناك انا ما اعرفش غير بنتي الحقيقه وحفيدي لو انتوا عايزين هيحسبوه بواحد فابتدينا، لقيت صاحبتي يا حبيبتي الجميله الامريكانيه دي قالت لي ولا يهمك، هنعمل بروشورز وهنطلع على الجامعات، على الجامعه هناك ونتكلم مع دكاتره الفلسفه ودكاتره كذا يقولوا للطلبه، وهنعرف نجيب ناس ومش عارفه كده. المهم انت قدامك على المونيتور انت شايف كم واحد بيحجز، انت قدامك بيسجل بتقدر بيسجل، فكل شويه الاقي العدد ضعيف جدا. فانت ممكن تسحب الموضوع ده يعني تكنسل، انت تقدر تكنسل الموضوع ده قبليها باسبوع تقدر. فانا لما لقيت انه فاضل اسبوع والعدد قليل جدا قلت بلاش بقى، يعني بلاش كسوف بقى، بلاش احراج، انا هروح. واخدت بنتي وحفيدي ورحنا المكتبه عشان خاطر ان خلاص اكنسل. وانا قلت لها انا مقتنعه، احنا مين هيجي لنا؟ رحت هناك لقيت واحده ست، يا ساتر يا رب، يعني حاجه كده وش ما اعرفش كانت مصدره لي الوش ده ليه. يمكن اياميها كان وقت الاسلاموفوبيا وكده، فده احتمال يكون ده سبب، او ممكن تكون هي في حاجه تعباها انا ما اعرفش. مصدره لي وش سخيف، قالت لي خدي الورقه امضي خلاص هنكنسل وبتاع. احنا واحنا واقفين لقينا احمد اختفى حفيدي، فطلعنا نجري ورا احمد اوكي. وقبل ما امضي انا كنت لسه همضي واكنسل وكده، رجعنا لقيناه ورجعنا تاني لقينا الست مشيت، وكان وقت شيفت تغيير شيفتات، وجت واحده تانية. فبقول لها انا هنا كان في ورقه همضيها علشان انا هلغي عرض الفيلم، انا مش عارفه اجيب العدد. لقيت الست بتقول واي، بصت كده على البتاع، لقيت عرفت ان هو على بيوند لايف كده، دي حاجه سبريتي والحاجه جميله الناس تحب قوي تشوفها، ليه لا بليز حاولي لسه فاضل اسبوع، ممكن الناس تيجي لك، تيجي انت يو نيفر نو، لا بليز خليه. لقيت الست في لحظه شجعتك ان واحده تانية خالص وبتتكلم بباشن وجمال كده، خلتني اغير رايي بعد ما كنا رايحين مخصوص عشان نلغي، رجعنا زي ما رحنا زي ما جينا. وسبحان الله يا عبد الرحمن، ال ال يوم العرض بقى طبعا انا في الاول قالوا لي ايه لوازمك، انت عايزه ايه؟ عايزه بروجيكتور، عايزه مش عارفه ايه، عايزه ايه. فقالوا لي عايزه مايك، انا قلت لا بلاش، هو الفيلم هو الفيلم انا مش عايزه مايك، انا ايه الفضايح دي، انا هتكلم في عقيده وممكن اللغه ما تسعفنيش بالانجليزي والبتاع لا خلي المايك هو الفيلم ونروح خلوا عندكم مايك الفيلم وخلاص يعني. اللي حصل بقى ان لقيت الاعداد جت غريبه، القاعه اتملت وما تسالنيش ليه وازاي وحصل كده ازاي، جم منين انا ما اعرفش، وكل الملل كل الملل. فطبعا بعد ما الفيلم خلص بصيت لقيت الناس عايزه تسال، وانا صوتي ضعيف، صوتي مش واصل. ندمت الندم ساعتها. اولا الحاجه اللي انا فوجئت بيها في نفسي ان انا برد وكاني واحده مولوده في امريكا. الكلام بيجي بالانجليزي، انت مش الطريقه بتاعتنا العاديه ان انت دايما بتفكر بالعربي تقوم مترجم الجمله، لا انت بتتكلم انجليزي على طول مفيش. ومش بس كده، الرد حاضر، لان ساعات انت ممكن حتى لو انت صح. عندك اللغه قويه جدا، ما عارف تعبر عنه مش عارف تعبر بالرد، مش حاضر مش لا ده كان الرد. حسيت ساعتها ايه ده، انا ما جبتش المايك ليه؟ لقيتهم بقى يعني بقوا مجاميع حطوا نفسهم في مجاميع عشان صوتي مش واصل، فكل اروح اتكلم مع دول شويه واكلم هنا وسؤال هنا فبقت حاجه. طبعا لو كانت بمايك كانت هتبقى حاجه هيبقى مختلف، كانت هتبقى التاثير اقوى بكتير. وانا زعلت من نفسي ساعتها، لان انا ساعتها انا قست الموضوع بقدرتي انا، ما فكرتش ان انا لا ده انا معايا ربنا سبحانه وتعالى، فالمفروض ما اخافش. حته الثقه بقى اللي كنا بنتكلم عليها، ثقتك اللي كنا بنتكلم فيها، ثقتي في الله. فين ثقتي في الله؟ احنا طبعا احنا في الاخر انسان ضعيف، يعني في الاخر انت محدود كلك على بعض، احنا ايه يعني، لكن انت مع ربنا انت تقدر تعمل ده. انت زي ما بيقولوا the sky is your limit، يعني انت تقدر تعمل اي حاجه انت مع ربنا. فبس انا ندمت جامد وحسيت ان هي زي نوع من قرصه ودن، ان الواحد لازم يبقى عنده تراست في ربنا اكتر من كده. طب هاخد برضو من الموقف الاولاني حضرتك بتحكيه، يعني هل من منظور حضرتك برضو منتقله من كذا اتجاه، يعني هل النجاح كان ان حضرتك مثلا هتشغلي الفيلم جنب ديزني في الفيديوهات، ولا النجاح ان انا
هشتغل في الدكتوراه واكمل او حته ال 3 دي ماكس وكده. يعني منظور حضرتك ايه للحياه بص، للزمن الحالي يعني؟ بالنسبه للنجاح، هو ده سؤال جميل يا عبد الرحمن بصراحه، لان النجاح بالنسبه لاي حد يعني ان انا احط هدف واوصل له يبقى انا كده نجحت، صح؟ ده ده التعريف طبيعي بتاع، يعني، ده الطبيعي اه. بتاعي يعني. بس تعالى تخيل معايا ان في حرامي حط هدف ان هو يسرق بنك وسرقوا ووصل يبقى نجح، وسرقه، اه. يبقى هو كده نجح. من وجهة امم. نظره هو نجح، بس من وجهة نظري ونظرك هو ما نجحش. من وجهة نظري ونظرك ان اولا نمرة واحد نوع الهدف للناجح، انا في رأيي ده من وجهة نظري نوع الهدف نمرة واحد. نمرة اتنين، المهم انا عندي لو اخدنا السؤال بالعكس، ايه هو الفشل مش ايه ماشي. هو النجاح؟ هقول لك الفشل ان انت تقف، مش ان انت تفشل. الفشل ان انت تيأس وما تكملش. طول ما انا بسعى ده نجاح. طول ما انا ما وصلتش للهدف بس انا ماشي، وقعت هقف، ده نجاح. نجاح اكبر بكتير من ان انت توصل للهدف. نجاح بيعلي قيمتك كانسان، ان انت موصول بالسما ما بتقفش. فانا في رايي هو ده النجاح الحقيقي، ان انت ما تيأس ابدا. طيب انا كنت عايز ارجع للحته بتاعت الفن اللي كنت بدات بيها في الاول خالص، وعايزه يعني ايه تبقى هي سبوت لوحدها. لان احنا في الوقت الحالي، الزمن والمجتمع اللي احنا فيه ده، الفن كلمه واسعه قوي. تدخل بقى تحتها بقى شويه اللي هي الفيديوهات التافهه اللي بنشوفها، شويه ناس بتطلع تقول اي كلام. فبما ان حضرتك يعني ما شاء الله من سنين داخله في حته الفن وال 3 دي ماكس والجرافيكس والكتابه، الحاجات دي كلها اجزاء من الفن. حضرتك ازاي تشوفي ان الفن ده يقدر ان يبقى مؤثر فعلا في الشباب اللي عايزه تشتغل في حته الفن باشكالها المختلفه يعني؟ فانت شايفه ايه بقى؟ يعني هو السؤال اللي انت عايز ان انا اقول لك الشباب يعمل ايه اللي عايز يشتغل في اما ان هو لو واحد عنده شويه مواهب في الفن عايز ازاي يظهرها، اه او ان ازاي يعني يحول الفن بتاعه ده الفن نقدر نقول عليه راقي، مش الفن اللي احنا بنشوفه اليومين دول يعني. برضو انا عايزه اقول حاجه، ان هو يثق في فنه، انه مش لازم يقدم بضاعه سيئه عشان خاطر تنتشر. يثق في ان لا، انا هعمل البضاعه بتاعتي او هعمل الفن الراقي. و و و وانا عايزه اقول حاجه هنا، ان في ناس فاهمه ان الناس ذوقها، الجمهور ذوقه اختلف، وان الذوق ما بقاش كويس، او بقى يحب اكتر الحاجات اللي اي كلام وكده. وبدليل ان الحاجات اللي اي كلام دي بتنجح وبتمشي. بس اللي انا شايفاه من وجهة نظري ان المشكلة مش عند الناس اللي بتتفرج. الناس اللي انت دعيت واحد وحطيت له ترشي، مم. مش هياكل غيره، انت مش حاطط غير ترشي. الناس اللي بتتفرج ما عندهاش حاجة تانية معروضة، اوكي. لكن لو انت عرضت حاجات تانية ليها قيمة، اوكي. المشكلة بقى مش عند الناس اللي بتتفرج، المشكلة مع صناع القرار اللي هم في ايدهم الفلوس اللي يمولوا ال 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 الافكار اللي زي دي. الافكار اللي زي دي، هي دي. لكن دي برضو ما توقفش الفنان الصغير اللي عايز يكمل، لان انت مع ربنا في الاخر ما توقفش. يعني حاسس حته الفن اللي كنا بنقول عليها مرتبطه بالنجاح، ما هو لو هي النجاح بعدد الناس اللي بتتفرج، يعني ما هو مش لا شرط هتقدر يعني. على فكره. انت ممكن اولا بتبتدي بالفكره، انت ما تجيبش فكره مثلا. لو انا التمويل بتاعي ضعيف جدا، اوكي، وعايز اعمل حاجه. انت لو مبدع، هي الفكره انت مبدع قد ايه. انا ممكن اعمل قصه مش محتاجه فلوس، قصه تتعمل في اوضه زي الاوضه اللي احنا قاعدين فيها والكاميرات كده، وتشد الناس. مم. موضوع قوي، تقدر تعمل ده. دي حاجه. الفكره ممكن تبقى بسيطه، بس مش معنى ان هي بسيطه يعني هي هايفه، بسيطه يعني بعمق، وتشد الناس. الحاجه التانية اللي انا عايزه اقولها مهمه جدا، ان احنا نتحد مع بعض، ان الشباب يتحدوا مع بعض. انا لولا مساعده ناس كتير مثلا معايا في حاجات معينه، انا ما كنتش عرفت اوصل لحاجات معينه يعني. انما احنا للاسف كل واحد قافل على نفسه في دايرته، وعندنا نوع من الخوف، ان انا مش عايزه اشترك مع حد لحسن هو ياخد الشهره، ياخد السبوت او ياخد كده، فانا هبقى لوحدي. دي بتضيع علينا حاجات كتير جدا، زي ما بيقول، زي ما درسنا واحنا اطفال في الاتحاد قوه. احنا لما نبقى مع بعض وكلنا نقدر نعمل حاجه مع بعض. فدي حاجه مهمه. وحكايه اللاك اوف تراست اللي موجوده برضو في المجتمع، دي حاجه انا عايزه اقول لك عليها. في مجتمعنا بالذات بقت حاجه صعبه جدا،
وانا عايزه احكي لك على حاجه حصلت لي انا شخصيا، خلتني اشوفها ان هي بقت سمه عندنا في المجتمع. انا كنت بره في انجلترا، رايحه استلم من مخرج انجليزي الشغل بتاع بيوند لايف. انا كنت عامله دراما في بيوند لايف، ان انا كنت يعني مصوره ان احنا عايشين في، يعني الناس اللي عايشه في الدنيا دي كانها في رحله قطر وركاب في قطر، وكل شويه كمساري يخبط على واحد فيهم يقول له ميعادك تنزل دلوقتي، وبيعدي بقى اللي هي محطة النجاح، محطة الحب، محطة، انت عارف محطات زي في حياتنا، انت بتعدي في محطات كتير. فهي يعني زي نوع ودراما. فكنت رايحة ادي يعني المخرج، بقيت اتعبه اوكي، واخد المخرج الفيلم. الانجليزي ده واخد الفيلم منه. وانا رايحه قلت مفيش داعي اشيل معايا فلوس، انا معايا الكريدت كارد او الديبت كارد يعني. رحت مع الاسف الشديد كل الاي تي امز اللي موجوده في انجلترا رفضت تديني اي فلوس. معيش فلوس. طب اعمل ايه؟ قعدت بقى تاني يوم المفروض اقابل الراجل، طب هعمل ايه؟ هقول له ايه؟ طب اكتب ايميل. والله يا عبد الرحمن زي ما بقول لك انا بقعد اكتب ايميل اقول له انا مش معيش فلوس. كاش. وبعدين ارجع اروح مسحه، لا مش معقول، بالشكل مش عارفه هقول له ايه. قلت انا هروح اقول له، خلاص اروح اقابله، ما خلاص معاده، هروح اقول له انا معلش انا حصل لي باد لك، وانت يو كان كيب الشغل، انا مش هاخده لان مش من حقي. ده انا بتكلم بعقليه بتاعتنا احنا. انت لو رايح تستلم من حد حاجه من غير ما تديه فلوس، احنا هنا في مصر هيقول لك يا حبيبي روح بيتك حقي وحقك حقك. فانا رحت قابلت المخرج وبتاع، قعد بقى يوريني. انا بقى طبعا كنت مبهوره ان الكلام اللي انا كنت كاتباه شايفاه فيلم، والقطر والناس ومش عارفه ايه، كنت مبهوره جدا. فقال لي ايه رايك؟ فلقى وشي كده مش عارفه اقول، عماله بقى. فلقيته بيقول لي ايه مش عاجبك؟ قلت له لا بالعكس ده جميل، انا بس كل المشكله ان انا حصل لي باد لك ان الكارت بتاعي مش شغال، الاي تي مش ام عارفه اسحب. مش عارفه اسحب فلوس، فانا مش عارفه اقول لك ايه، خلي بقى الشغل ده. وانا طبعا جايه مخصوص، انا جايه اخد مسافره. قال لي وات فور؟ ليه؟ ليه اخلي الشغل انت جايه تستلميه؟ قلت له عشان انا معيش فلوس اديهولك. قال لي طب ما انت حصل لك باد لك وانت هتعملي ايه؟ ما انت مضطريه، انت هتعملي ايه؟ لقيته بقى عمل حاجه يا عبد الرحمن، حاجه خلتني مذهوله اكتر. راح مطلع محفظته وفتح واداني استرليني قد كده. قال لي انت قاعده هنا غريبه في بلدنا ومعكيش فلوس كاش. ومعيش فلوس كاش، انت خدي الفلوس دي زي ما انت عايزه، يعني مديني الشغل مديني فلوس من عنده يعني. انا بقى لقيت نفسي بقول له بجد بقى انا عايزه عارف انت بتعمل معايا كده ليه؟ طب انا ممكن اخد الشغل واخد الفلوس بتاعتك اللي انت بتديها لي كده وهروح بلدي ومش هتعرف تجيبني تاني. بتعمل معايا كده ليه؟ وانتظرت ان رد فعله هيكون ايه؟ لان احنا مجتمع اتربى على الاخاء والمش عارف، او على ان ديني بيقول لي كذا، اللي هو تخيل ان رد فعله ان هو رجع لي الفضل. لقيته بيقول لي انا بثق فيكي ليه؟ لانك انت وثقتي فيا في الاول واخترتيني اعمل لك شغلك. مش معقوله انت تديني الثقه دي وانا ما اديهالكيش. انت متخيل حسيت احنا نقصنا ايه في مجتمعنا؟ انا بقيت راجع بقول ايه ده؟ ليه احنا مش كده مع بعض؟ ليه احنا مش بنثق في بعض؟ فدي حاجه احنا عايزين نرجعها تاني. يعني حته الفن دي فعلا عامله لنا ازمه رهيبه. يعني حضرتك برضه كنت بتقولي على ان احنا بتنصحي بعض الشباب اللي في الفن وكده، بس كنت عايز اسمع منك برضه يعني لا يعني زي كلمه اخيره للناس اللي بتسمعنا بشكل عام، مش للي بيركز في الفن، لا كلمه اخيره عامه، نصيحه من الرحله الطويله بتاعت حضرتك يعني. بص يا عبد الرحمن، انا هقول لك على حاجه بقولها دايما لابني، هو ده اللي جاي في مخي حلو، لان دايما ده اهم حاجه، دي اقوى حاجه اكيد. عبد الرحمن ابني برضه. لا ما اكيد اقوى حاجه. وهو هو عارفها حافظها، اول ما ابتدي اتكلم يقوم هو مكمل. عارف. انا بحس ان احنا جينا الرحله دي ربنا سبحانه وتعالى ادالنا زاد، نوعين من الزاد. ادالنا الزمن وادالنا الصحه. ده الزاد بتاعك في الرحله. انت طبيعي لو انت رايح اي بلد بتحول كرنسي، بتحول العمله للكرنسي للبلد اللي انت رايح عشان تعرف تتعامل بيها. اوكي. احنا في رحلتنا دي رايحين الجهه الثانيه، الكرنسي بتاعتها العمله بتاعتها هي الحسنات. وانت الزاد بتاعك انت اللي عليك كل لحظه الصحه والزمن تحولهم لحسنات.
ده اللي عليك. فده دايما بقوله لابني وبقوله لكل الناس. ربنا يكرمك والله يا سلمى، يعني سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، ويعني نشوف ردود الفعل ان شاء الله في الكومنتات، ونعمل مع حضرتك اكيد حلقه تانية ان شاء لو الله. ربنا تسمعي. يخليك. احنا جرينا في القصه، انا عارف ان هي سنين وخبرات، بس يعني لو في فرصه ان شاء الله نعمل مع حضرتك حلقات تانية ونتكلم اكتر. ميرسي يا عبد يبقى يا الرحمن، ريت انا والله. سعيده جدا والله باللقاء ده، وما اقولكش انت جميل ان انت بتخلي الواحد يبقى قاعد كاني انا قاعده مع ابني بالظبط وبتكلم عادي. لا زي ما احنا كلنا فربنا يكرمك. ميرسي يا نستفيد عبد من الرحمن. حضرتك دايما، يعني ربنا يكرمك. الف شكر. شكرا يا عبد لحضرتك. الرحمن. الف شكر.